كيبقاو الاتصالات، كتبدا الملاحظات والاراء وكينبهوك الاشياء الاخرى ما كتكونش انت انتبهتي لها. فالتساؤل اللي كيطرح هذا المساء، واش ممكن نعتبروا نفسنا مرفوضين او نعتبروا نفسنا منخرطين بقوة القانون، ونعتبروا على اننا احنا منخرطين، وربما الاشكال كيطرح على اننا لم نتوصل ببطاقة الانخراط ولم نتوصل بدعوة المساهمة في الجمع العام. إذن هذا العنوان الكبير، العنوان العريض ديال هذا اللقاء. ما كاين ما احسن لما كنكونوا كنتلاقاو انه الحديث يكون نابع من الصدق وما يكونش اللف وما يكونش الدوران، باش حتى الاستفسار والنقاش كيكون عنده جدوى وكنوصلوا للغايه منه. هاد 4 الاخوه اللي كتشوفوا امامكم ما نسقناش فيما بيناتنا نهار تبدا طلبات الانخراط. هذا الكلام اللي كنقول خصو يتخذ بجدي، بحيث على الاقل فيما يعنيني ما تشاورت لا مع السي شيبا ولا مع السي قدوسي ولا مع السي حسن ولا شي واحد فيهم خبرني على انه راه غادي يحط طلب الانخراط. هذا شيء اساسي بغيت نوضحه، لانه الا بغينا نعالجوا الموضوع، حيت كنعرف المكتب ديال اتحاد الزمالة والخميسات كمؤسسه كمكتب كيقول واحد الكلام، ولكن لما كنوليو كاعضاء ديال المكتب وكنتلاقاو في لقاءات ثنائيه او في لقاءات كتجي عفويه كيولي كلام اخر. راه ما كان حتى تنسيق باش نكونوا جبهه للتشويش على الفريق. كنتفاجأ انا شخصيا بهذه الطلبات اللي تحطت فيما بعد. هذا توضيح ضروري اننا ما ناكدوه لكم. هذا اللقاء الان اللي دار باش عندكم نورا الاخوان جاوا نسقوا باش كل واحد فين مشى من هنا. انا صاحب الفكره واقترحتها لهم. ما يمكنش نجيب وحدي وندير هذا اللقاء، خصني نقترحوا عليهم باش كيكون جماعي، وقد ما كان جماعي قد ما كيكون احسن. ما يمكنش نديروا لقاء، وهذا من بعد الاخوان غيتناولوا الكلمه، ماشي بالضروره نكونوا متفقين في الطرح ديالنا لهذه الاشكاليه. انا شخصيا ما يمكنليش يكون هذا الحدث ونكون جاحد ونكون ناكر على انني كنعتز وكنفتخر وكنحس بنشوه وكنتقاسمها مع الالاف ديال الرياضيين والرياضيات ديال مدينه الخميسات وديال اقليم الخميسات اللي حسوا بفخر وباعتزاز ان الفريق الاول عندنا كيرد لنا كرامتنا وكيرد لنا قيمتنا وكيرد اسم الخميسات واسم اقليمنا، اسم متداول على المستوى الوطني لما قلتش على المستوى الدولي. هذا الانجاز ما جا شيء نازل من السماء. هذا انجاز، انا فاعل رياضي وانا مسير رياضي وكنعرف المعاناه ديال التسيير ديال الفريق من حجم فريق كره القدم ديال اتحاد الزمالة والخميسات. هذا الشيء ما كينزل شيء من السماء، هذا الشيء كينزل بمجهودات داروها الاخوان، بدلوها طيله الموسم الكروي، اعطت نتائج احنا كنوهوا بها. انا شخصيا كنوه بها باش ما ندوش بصيغه الجمع الحكومي يكون ما متفقش معايا. هذا لابد من يتقال هنا. راه ما يمكنش الخلاف اللي عندي انا شخصيا الان مع المكتب المسير غادي نشدو ونولي ناكر ولا جاحد ونولي كنعتبر ان كل ما دار انه سلبي. ابدا. وانا حريص كل الحرص على انه ما تكونش هذا الخلاف القائم شيء من الاشياء اللي تولي عنصر من عناصر التشويش على الاداء ديال الفريق، وخصوصا انه مقبل على موسم كنعرفوا خاصو تضافر الجهود، وخاصو اكثر من تضافر الجهود واكثر من الامكانيات الماديه، واللي كنعرف شحال خاص وخاص الكثير. خاصو واحد الحاجه اهم من هادشي كامل، خاصو مناخ رياضي سليم كتسود فيه التعاون تاع جميع الاطراف من اجل ان الفريق يحقق النتائج اللي بغيناها. خميس
او السي محمد او حسن او قدوسي او الفلالي او غيرهم من الناس اللي كاينين في هذا الشيء هما كيمشيو بحالهم كما مشاو لعدد كثير من المسيرين في التاريخ ديال اتحاد الزمور الكروسات. اللي كيخص يبقى الاهم هو التاريخ الرياضي ديال المدينه وديال الاقليم، وكنتمنوه ماشي غير في هذه الرياضه، في مختلف الفروع اللي بغينا تزيد تاخذ نفس المكان. فكنشكركم اخوان، كنشكر بالاضافه للزملاء رجال اعلام مختلف المنابر الاعلاميه، سواء الجرائد الورقيه سواء المواقع الالكترونيه او الجرائد الالكترونيه، سواء المراسلين ديال الاذاعات المحطات الاذاعيه. انا كنشكركم كثير على تلبيه الدعوه وعلى المجيء. كذلك كنشكر الفاعلين الجمعويين اللي حرصوا على الحضور معنا، واخص بالذكر المركز المغربي لحقوق الانسان، الهيئه للدفاع عن حقوق الانسان، الهيئه الوطنيه لحمايه المال العام، المجتمع المدني والرواد ديال الفيسبوك والرابطه او الروابط ديال الزمور. فمرحبا. فقط كنترجى على انه هذا اللقاء يعتبر انه لقاء ناجح في التواصل. انا ما باغيش هذه القضيه دائما كندير محلي في محل اخر لسبب من الاسباب كيرفض طلب من الخيرات، ولكن انا بغيت نطرح هذه القضيه امامكم للتداول فيها. انا لما قبل ما نجي هنايا درت واحد المساعي حميده، واتصلت واحد العدد كثير ديال الاخوان على انهم يتحل هذا المشكل حزبيا. ماشي 4 الناس هما اللي غادي يخلقوا ازمه الاتحاد الزموري الكروسات. وعيب انه واحد في حال شبار، وانا ما عنديش معه علاقه كثيره ولكن علاقه الصداقه كاينه، عيب واحد في حال شبار اكثر مني انا. يمكن انا عندي تاريخ وعندي في الفريره، ولكن العطاءات ديالو هو بالنسبه لاتحاد الزمور الخميسات عطاءات كثيره. كيفاش نرفضوا واحد السيد في حاله ما يكونش من الخريطه؟ يمكن كاينه اسباب اللي ما كنعرفهاش. صحيح انا من منطلق المعطيات اللي عندي واللي كنتوفر عليها ما يمكن لي الا نتساءل ونعتبر ان عدم قبول الخيارات الشخصيه وازنه في الاقليم بحال الشبار امر غير مفهوم، باش ما نقولش مرفوض. انا كنحاول المصطلحات ديالي تكون مصطلحات باش ماشي غدا الاخوان ديال اتحاد الزمور الخميسي يتقال او يسمعوا راه حنا كنقذفوا فيهم. ابدا ابدا. واش غادي نقيس شي حد ولا نسب شي حد ولا نستعمل كلمه قذف في شي حد؟ هادوك الاخوان مختلفين معاهم ولكن كيبقاو ولاد هذه المنطقه، كتبقى اواصر الانتماء لهذه المنطقه كتجمعنا. غادي نتلاقاو غدا. انا هكا دائما كنخلي ديك الخيط يبقى بيناتنا، وما كنجعلش من هذه النرفزه تخليني نتجاوز الحدود اللياقه والادب. وبالخصوص كنتكلموا على الرياضه، والرياضه هي سلوك، هي كتهذب الاخلاق. الى الرياضه ما قدمتناش اخلاقيا اشنو غادي يقدمنا؟ فبعض الاخوان كيقولوا ربما شنو هي علاقه بعد هذه الكلمه خميس مثلا بالمجال الرياضي. انا كنعذرهم الى كان شي اخ من الاخوان ما عندوش هذه المعلومات او ما توفرش فيه الشروط. وسمعت في محطه اذاعيه على انه ما توفرش الشروط. انا غنبقى دائما كنطلق من البراءه هي الاصل، وان الجانب الاخر عنده الحق. حتى لهذه اللحظه وحسب ما كنعرف كيفاش كتم عمليه الانخراط، كنظن باللي انا فيا الشروط. اللهم لا شي شرط ما كنتش عارفه، غادي نعتذر لاتحاد الزموري الخميسات المكتب ونسحب الطلب ديالي، لانه كنعتبر المساله بحال شي واحد بغى يدير شي مباراه ولا بغى يدير شي حاجه وكاين واحد الشروط الا ما توفرش فيه راه ما يمكنلوش يدخل. وماشي كل واحد ما توفرش فيه الشروط غير يدير ندوه صحفيه باش ينتقد دوك الناس. ما فيكش. اذا حتى اليوم الا تبين لنا انه ما فيهش شرط انا غادي نعتذر وغنقول ودي
توسلت على الناس وتجاوزت شي حاجه، ولكن غادي نبقى دائما ولد المنطقه ندعم الفريق ماديا. انا عندي واحد الملف انا غنوزع لكم اللي كيتكلم على المسيره ديال هذا العرض الضعيف امامكم شكون هو، لكن لابد ما نقول لكم كيفاش جات اسباب طلب الانخراط ديالو. شخصيا خميس معروف عندكم ككائن انتخابي، باش ما نكونش سياسي لان السياسه بزاف عليا، اكثر من انه رياضي. هذه الحقيقه. خميس مرتبط دائما وبالخصوص مؤخرا مرتبط بالمواقف ديالو داخل مؤسسات المجلس الاقليمي. فقلت ما تخلطش هذه الاشياء، خلي عليك اتحاد الزمور الخميسات للتقار. استمعت عون اتساع عون ما سطيش بعد. وما نخفيش عليكم سرا انه مرارا كتكون مقابله هنا محليه وكيكون جالس في دار وكنقول نمشي نتفرج ما فيه باس، كنقول تفادى ربما توقع حاجه ولا شي حاجه نظرا لهذه الخلافات. يقول لك راه وما كنمشيش كنلقى راسي تحمق على الحاجه كيف ما كان الحال كنبغيها. جاو اخوان الاتحاد الزموري الخميسات من المكتب الاتحاد الزموري الخميسات هما اللي طلبوا مني، واكيد ربما طلبوها حتى من الاخوان لنا، اننا نخرطوا لانه عندنا مشكل. شنو هذا المشكل عندكم الاخوان؟ عندنا مشكل لانه رئيس الاتحاد الزموري الخميسات، انا كنقول اللي تقال لي انتم رجال الصحافه خصكم تسمعوا هذا الشيء، ان رئيس الاتحاد الزموري الخميسات السي حسن الفلالي كيدير واحد العمليه، كيجيب مجموعه ديال الاسماء وكيخلص عليها الانخراطات، وبالتالي كيقوي وجوده او تواجده داخل من خلال الانخراطات ديال الناس تابعين ليه. هذا الكلام واش صحيح ولا كذوب انا ما عارفوش. كيف تقال لي كيف ما قلت لكم. واخا الاخوان اش المطلوب؟ حنا ما يمكنناش نسيروا السي حسن الفلالي لان امكاناته الماديه اكثر منا، هو كيمكن له يجيب 10 ويخلص عليهم، حنا ما يمكنناش نخلصوا حتى واحد. اشنو المطلوب؟ بدينا كنديروا واحد الجوله على وجوه اللي ممكن عندها امكانيه باش تخلص، باش حنا يكون واحد العدد نرجحوا به الكفه مقابل الكفه الاخرى. شخصيا جاوبت على انه الا طلبتوا مني نخرط معكم انا غنعطيكم 5000 درهم وسيروا خذوا جوج وديروا اللي بغيتوا. انا ما نمشيش، انا ما ندخلش. الحاح كيتحط الطلب ديالي طبقا للشروط. ها هو الطلب غنعطي لكم باش التزكيه ديال جوج اعضاء المكتب كيف هو منصوص عليها في القانون. انا بالنسبه لي بقى معايا السي ادريس شيبار والدكتور طه بالكوح. هذا توصيل للاداء اللي بالاسم ديالي اللي فيه 2500 درهم. عليكم السلام ورحمه الله. اذا وهذا الاداره ديال الفريق، وهذا راه نفس الشيء السي حسن عشاق والاخوان، هذه الاداره ديال الفريق اللي دايره الطبع ديالها واللي كتقول على انها تسلمت الملف كامل وقعت عليه 31 دجنبر 2013. طبقا لهذه القوانين المنظمه كنعتبر نفسي على الناس استوفت فيا الشروط، وعلى ان هاد الناس تخلصوا، وعلى انهم تسلموا كيوقعوا كيعترفوا وكدوز ما يزيد من 6 شهور. كانوا على الاقل ربما وقع شيء يتراجعوا او اجل ديال شهرين ويصيفطوا لك مراسله وياخذوا. اذا بقوه القانون كنعتبر نفسي وكينظم نفس الحاله عند الاخوان انا عندي الشروط. الان بعض الاخوان ما هي علاقه او خميس والاتحاد الزموري الخميسات؟ عندي رساله من رئيس سابق ديال الاتحاد الزموري الخميسات، وعاد نرجع للشروط على الشروط اللي كاينوه والشكر على ما قدموه الاتحاد الزموري الخميسات. هذا الشيء كنبينو لكم ونعطي لكم باش انني ماشي جيت نطول على هذا الشيء. رئيس وداد تيفلت كيصيفط الخميس رساله شكر تنويه على الدعم. الناطق الرسمي صديقي واخي اللي كنعز بزاف السي عبد الله الكوزين كتب مقال كينوه بالانجازات ديال الخميس الادريسي لما كان رئيس تاع وداد تيفلت. اذا رقم هذا القرار
كذلك صديقي واخي حميد المحدود اللي حاضر معنا كيكتب في 23 يوليو عليا كرئيس ديال وداد التفلت. هنا جمع عام ديال الخميس شنو سنه هذيك؟ هذه سيدي في 95 جريدة العام. هذه جمع عام اللي كيحضر فيه السي القرتيلي اللي هو عضو الجامعي ورئيس العصبة. حاجة أخرى إلى جانب كوني كنت رئيس تاع وداد التفلت، أنا تم اختياري باش ما نقولش انتخابي، لكن المصطلحات خصنا أو تم تعييني. خص تكون عندنا الجرأة نقولوا الأشياء كيف ما خصنا. الانتخاب شيء والتعيين شيء. تم تعييني بنوع من التراضي أو التوافق أو شي حاجة الإخوان راهم عارفين كرئيس المجلس الإقليمي للرياضة أو ألعاب القوى، اللي هنا السي حميد محدود مشكور كيدير هذا الخبر، واللي هنا كذلك السي عبد الله الكوزي كيديروا في الصباح، وكذلك واحد العدد كثير ديال الجرائد هنا. هذا المكتب الإقليمي ديال الرياضة أو ألعاب القوى راه فيه نواب ديالي. انا نعطي غير بعض الامثله. النائب الاول مولاي ابراهيم بوطيب، مولاي ابراهيم بوطيب ماشي ايها الناس. النائب الثاني حكيمه بن شريفه. انا كيظهر لي المساهمات ديالي هنا عندي واحد اللي كيعترف بالامكانيات الماديه اللي عطيت العدد ديال الفروع ديال اتحاد الزمور والخميسات في مختلف الرياضات. فما عرفتش اشنو المطلوب اكثر من هذا الشيء اللي خصو يتوفر في شخص بغى يدير انخراط مع اتحاد الزمور والخميسات. انا كنتاسف وكنتالم انا القرصي مرغم نقول واحد الكلام. الى انا ما توفرش فيه الشروط، هاد الاخوان ما توفرش فيهم الشروط، واش هاد الشروط اللي السيد الرئيس حريص على احترامها توفرت فيه نهار انا قلت لكم تم تعيين وما تمش انتخاب؟ واحد اخر ما يقدرش يقولها. نهار تم تعيينه هو يكون رئيس اتحاد الزمور والخميسات، ما قلنا حتى كلمه، سكتنا لان شفنا واحد الجزء نسبه كبيره من الراي العام الرياضي في الخميسات غادي مع هذا الطرح وغادي مع هذا الموجة، رغم انه كانت اصوات هنا وهنا كترتفع اللي ربما ما كانتش متفقه على المنهجيه. واليوم انا احد الاصدقاء داير مقال كياخذني على انني ما كنحطش الاشياء في خصها تحط، ان الاتحاد الزمور والخميسات لم ينتخب كدوي على المكتب، وانما تم التعيين ديالو خلاف المقتضيات زين. ومع ذلك احنا اعتبرنا كان الاشكال وكان المشكل اللي مطروح بالنسبه لنا كفريق واحد اكثر من هذه الشكليات. الا كان هذا الامر غادي يدفع بالاقليم وبالمدينه والفريق الاول للقدام لكن ما يهمش، نعتبرها مرحله انتقاليه ومن بعد ربما غتصحح الامور. كنعرف هذا الكلام ما نقولش من الكثير من عندكم، انا واعي به، ولكن كيفاش اليوم نجي انا رئيس ديال واحد الحاجه ونقول هذاك السيد ما عندوش الشروط؟ انا كنقولها وكنعاودها كنتالم لكون انني كنقول هذا الكلام، ما بغيتش القرصي مدفوع نقول هذا الكلام. واليوم في الوقت اللي كان خاص يتحل هذا الاشكال كنلقاو على ان الاخ الرئيس يسابق الزمن كيبعثنا كيفاجئنا بالدعوه الى عقد جمعان يوم 26. نخلي لكم انتم تعليق على هذا الامر. المقتضيات ديال النظام الداخلي الى دارت النظام الداخلي ديال اتحاد الزمور والخميسات راه باينه كيفاش تتم الدعوه الى الجمع العام. انا ما نعطيش شي درس، انا ما ندويش مع المختصين فيكم واللي عندهم باع وتجربه، ولكن عندي شي شويه كنعطيو نفسي اخر واحد. كنعرف هذا اللقاء براسو ما كانش خصو يكون، لانه قد يعتبر تشويش، قد يعتبر عرقله، قد يعتبر
باللغة المتداولة نوع من العصا في الرويضة، ولكن طرحنا. ولهذا أنا أرجو ثم أرجو، أنا أميز ما بين الفريق الرياضي وما بين المكتب المسير، واللي مع الأسف فيه خيرات الشباب ديال الإقليم ديالي، ما عندي ما نقول فيهم، ولكن مع الأسف المنهجية التحكمية القبضة ديالهم وإغلاق الباب على كل الفعاليات الأخرى جعلني نشوفهم شوفة أخرى. ماشي هذا هو المغرب ديال 2013، وهذا هو المغرب ديال من بعد الربيع العربي، ماشي هذا هو المغرب من بعد الدستور ديال 2011 اللي كنا كنسيروا. إلا كانت هذه الوجوه اللي اليوم حنا كندويو عليها كدير هذه الممارسات غير المقبولة والمرفوضة، في من باقي نطمعوا أو نتمنوا الخير. أنا أقسم لكم يمين الله إلا كان القرصي في وضع حرج أني نقول هكذا، ما بغيتش نقول. إذن يبدو على أنه مازال الأشياء في المغرب خصها تغير وخصها تبدل. ما بغيتش نطول باش ما نستحوش الكلمة واستحوت واقع أكثر من اللازم. نخلي أصدقائي. شكرا.